هو مبدئيا امتحان الجغرافيا ما جاش من الجغرافيا، الكيمياء كانت احلى شويه من الفيزياء يعني. ايه رايك في الامتحان بتاع الكيمياء؟ لا كان حلو قوي يعني، النهارده احسن من الفيزياء بكتير يعني. طب يعني ايه اكتر باب ركز عليه في الامتحان؟ عضويه غير طبعا. العضويه يعني ايه تاني بقى غير العضويه؟ حاسه ان اسئلته طب مثلا تقيله شويه. الكهربيه. ضربيه كان فيها اسئله تقيله شويه، بس في العموم الامتحان يعني حلو. كان حلو. طب هل في بس هو كان الوقت اللي كان صغير ضيق شويه؟ كان في غش بقى في اللجان وكده ولا لا؟ عندنا احنا لا يعني، اللي كنا ماسكين واقفين يعني شادين شويه. بس كان في لجان سمعتي انها سايبه وكده وفيها غش. ايه الامتحان كان مستواه عامل ازاي؟ رايك فيه ايه؟ كان وحش صراحه. يعني احنا طول السنه كنا بنحل اسئله اصلا معينه ما جاش منها ولا اي سؤال من الاسئله احنا بنحلها. الاسئله يعني اصلا لا مستوى الطالب الصراحه التاريخ كان حلو جدا، مع ان التاريخ الواحد ما كانش متدرب عليه زي الجغرافيا. يعني الجغرافيا الواحد عطاها اصلا مجهود اكتر، وفي الاخر الجغرافيا دي كانت وحشه جدا. بس واللي كان عندنا كانت وحشه جدا. هو مبدئيا امتحان الجغرافيا ما جاش من الجغرافيا بجد والله يعني احنا العظيم. بجد حلينا في الجغرافيا فعلا ياما قوي والله ما جاش من عن الجغرافيا. التاريخ بجد. الامتحان كله احصائيات وارقام وحاجات تبع علم رياضه، واحنا اصلا ما لناش علم رياضه. حاجات غريبه ان انتوا مفيش حاجه شبه اللي انتوا بتحلوها خالص. لا ده 5 6 اسئله كده هي اللي جت معانا. قلت لما يبقى 44 سؤال 15 اسئله بس اللي صح والباقي هو اللي وحش. طب ده معنى ربنا يوفقكم يا رب يا رب ان شاء الله، باذن الله النتيجه تبقى احسن من اللي انتم متوقعين. ننجح يا رب باذن الله. علمي ولا اول علمي ولا ادبي؟ علمي. طيب ايه كان ايه الامتحان يعني مش هقول ان هو كان وحش ومش هقول ان هو كان سهل، تمام. بس يعني احنا نتمنى، يعني انا واحده في سني مثلا اتمنى يبقى معايا شهاده وان انا اجيب مجموع، تمام. بالنسبه بقى للاولاد شايفين الامتحانات كلها صعبه، فيعني انا بتمنى ان هم يراعونا شويه، بما اننا ان احنا منازل، بما اننا ان احنا مثلا ممكن في احيانا ما حدش بياخد دروس لان الظروف ساعات بتبقى مش حلوه، وفي نفس الوقت احنا كلنا بنجري على التعليم، كلنا بنجري على التعليم. وبشكر يعني سياده الرئيس ان هو ادانا الفرصه ان احنا حتى واحنا كبار نكمل تعليمنا، عشان التعليم احلى حاجه في الدنيا بجد. وانا بشكركم جدا جدا، وانا اتمنى من الله ان انا اجيب مجموعه تشرف بيها. انتوا علمي ولا ادبي اول؟ انتوا الاثنين علمي. طيب ايه رايكم في امتحان الكيمياء؟ هو بصراحه كان حلو بس محتاج وقت اكتر، لان كان 3 ساعات قليله عليه يعني، وغير كده كان في افكار كتير يعني مش محدد افكار. يعني هو اكتر طبعا اسئله كانت في العضويه صح؟ طب ايه بقى اكتر باب كان جاي فيه حاجات تقيله شويه غير العضويه؟ الباب اللي هو الرابع. طب يعني المستوى ما كانش هو اللي بتحلوه اثناء السنه ولا كان ايه؟ لا كان نفس المستوى، يمكن كمان الكيمياء كانت احلى شويه من الفيزياء يعني، بس هو كان مركز في حاجات وسايب حاجات. يعني مركز في الرابع، جاب كذا مساله في الرابع قوي. مثلا الاول كان جايب اسئله قليله قوي بس كانت مباشره وحلوه تتحل يعني. بس هو الفكره كلها في الباب الرابع كان جايب اسئله كتير قوي. طب اللجان كانت عامله ازاي؟ يعني كانت سايبه ولا كانت اللجان كانت وحشه بصراحه. وحشه يعني كانت ماسكه؟ يعني ما شفتش حد مثلا بيطلع تليفونات والحاجات دي؟ لا طب بس بالنسبه للفيزياء هو يعتبر احسن صح؟ لا بالنسبه لي احسن. ربنا يوفقكم يا رب. طيب ايه الجغرافيا كانت عامله ازاي؟ الجغرافيا كانت متوسط يعني، كانت في اسئله مباشره وكانت في اسئله لفه شويه محتاجه تفكير وفهم. طب والوقت كفى يعني معاكي؟ هو الوقت كفى بصراحه الحمد لله. يعني كان طب ما يركز على ايه اكتر حاجه في الامتحان؟ بصي هي الخرايط اكتر حاجه مركز فيها، يعني دي اكتر حاجه مركزه فيها. جايب فيها اسئله عاليه في اسئله كتير قوي. يعني مش شبه اللي انت كنت بتحليه اثناء السنه قوي؟ لا يعني برضك متشابه مع مدرسين طبعا حالين فيه، بس يعني برضك ما كناش مركزين في الخرايط اكتر يعني. كان في غش؟ لا الحمد لله. كانت ماسكه تمام؟ لا الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يوفقك ويكبر بخاطرك.